صباح الورد والفل والياسمين. ترانسفورميشن، قلنا ترانسفورميشن هو نقلك من حال لحال. تخيل لو انت او انتي مدرسه فرنساوي، دايما الناس هتقارن بين الماده وبين الشكل. طبعا اكيد الشكل جميل قبل وبعد، لكن العود الفرنساوي هدف كل سيده. يا ترى ده ممكن اتحقق معانا مدام منى، وهتحكي لنا تجربتها مع ترانسفورميشن. منى ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. يا كلمه مدام بتكبرك، بس انا يعني مضطرين. مدام عامله ايه يا فندم؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ عامله ايه يا منى؟ الحمد لله تمام. حضرتك عامل ايه؟ منى ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، منورانا في ترانسفورميشن. ربنا يخليك. احنا الفكره في ترانسفورميشن عاوزين ندي للناس بوزيتيف انرجي. سيدات كتير قاعده في بيوتها فاكره ان هي وزنها قفل، سيدات بتروح شغل وبتيجي بتحس بتنمر، بتحس ان الناس بتبص لها بصات مش كويسه، وحاسه ان الدنيا وقفت معاها اطلاقا. عاوزك بقى تحكي تجربتك، انت مدرسه فرنساوي بتروحي وبتيجي، كنتي وزنك كان كام والدنيا كانت ماشيه معاكي ازاي؟ كان ايه اللي مضايقك وبقيتي عامله ايه؟ احكي لنا تجربتك. تمام. انا كنت الاول 114، حاجه صعبه جدا. وبعد كده لا والله كنت قمر. ربنا يخليك يا دكتور. كان في حد طبعا قايل لي على حضرتك وكده، وانا عملت سيرش على الفيسبوك على حضرتك، شفت بقى فيديوهات كتير، ناس قبل وناس بعد، لا نتائج حلوه جدا بصراحه يعني. الفيديوهات بقى فادتك؟ انا بعمل فيديوهات وصفات وحاجات كتير. ساعات كنت بمشي عليها، يعني المشروبات مثلا كنت بتقول على مشروبات معينه كده، فكنت بجربها، بس طبعا الفايده الاكتر لما جبت ده كان حاجه احسن بالنسبه لي، يعني لان حضرتك عارف النظامي بتاع اليومي ايه. ده نصيب عشان اشوفك. ربنا يخلي حضرتك. هو الدايت لازم يتفصل على الشخص. كان في احد اساتذتنا الكبار واحنا في الكليه كان بيقول لنا انا ترزي. يعني ايه يا دكتور انت ترزي؟ يعني الدايت لازم يتفصل على الشخص، شوف يومه واديله الدايت المناسب. ده اللي احنا ماشيين بيه. طيب انت حاولتي تخسي مع نفسك قبل كده؟ حاولت. ايه الفرق بين انك كنتي مع نفسك ولما مشيتي مع دكتور؟ لا حضرتك كنت عارف نظامي، بصحى امتى، بنام امتى، اخد ايه اللي ماشي مع صحتي، ايه اللي مش ماشي. لا ده اللي بنأكد عليه، ان في البدايه لازم الدايت يتعمل ليكي. يعني ما يبقاش دايت لكل الناس. لا حضرتك بصراحه بتدي لكل واحد على حسب يومه هو الشخصي ايه. بالظبط. لا دي حقيقه، يعني حضرتك بتدي كل واحد على حسب اليوم بتاعه، بيصحى امتى. انا ممكن اصحى الساعه 7، حد غيري ممكن يصحى الساعه 12، فده ليه نظام، انا ليا نظام تاني. بالظبط. كنت عندك مشكله مع الجوع اول ما جيتي؟ كان انا جعان. قلت لك انا عايزه اي حاجه تخليني ما اكلش. دي حقيقه. كانت السفر بصراحه كان حلو جدا. لا كان بيسد معايا، ومفيش اي اعراض يعني جانبيه خالص. تمام. انا فارق معايا دايما السيده ان هي لما تخس بشرتها وشعرها. السفرن يعني اذاكي لما ما اثرش معايا في حاجه. هو كل اللي كان بيعمله عامل زي تكميم المعده كده، اللي هو كنت باكل بس مش قادره اكمل، معدتي كانت بتبقى قافله، يعني مش قادره خلاص. حسيتي في اي مرحله في الدايت بهذلان؟ انت مدرسه، صوتي طالع طول اليوم، لا حسيتي انك تعبانه مش قادره تقومي بهم وظيفتك؟ لا الحمد لله انا كنت تمام، ما عنديش اي مشاكل. منى يا جماعه يعني ما حسيتش اي مشاكل. هي شكلها صغنطوط بس هي فكره ان انا قادره كسيده، وده جزء فارق جدا معايا في السيدات، ان انا قادره اقوم بمهامي كم واحده مدرسه، انا عندي وظيفه بشتغل من الصبح لليل، وكأم. الدايت اللي كنت بتاخديه بشكل عام كان مناسب معاكي ولا كانت حسب ارهاق؟ الناس ما بتحبش تكمل دايت عشان بتحس انها تعبانه، ده حصل معاكي؟ لا خالص، انا كنت باخد كل حاجه تقريبا، البروتين والفاكهه واللبن وكل حاجه يعني. انت بقى ده عاد عليكي بايه؟ بصحتي بقيت احسن، بقيت اخف، بقيت بروح وباجي يعني حاسه نفسي خفيفه عن الاول طبعا. انا عاوز اقول لك يعني شكرا. انا كل شويه يجي حد عارف مدام منى انا جاي لك من طرف. كل اللي بيشوفني، لان انا الحمد لله معايا ناس بقالهم سنين، فكل اللي بيشوفني قبل يقول لي ايه ده انت خسيتي ازاي كده، انت تعبانه، انت عملتي تكميم معده. اقول لهم والله لا انا مشيت مع الدكتور محمد. فكذا حد قال لي طب لا انا عايزه اروح له، انا ودينا ليه يعني. بالظبط. بس يعني كله كان مش متخيل ان ممكن اكون خسيت كده دايت. انا بقيت دلوقتي 75 او 76. 76 بالظبط، من 114. فكله لا انت عامله تكميم معده. بتتكلم على تقريبا 40 كيلو. 40 كيلو. احنا جينا عند ال 85 والدنيا وقفت معاكي خالص، فاكره؟ ما كنتش عارفه، مش عارفه ليه. في حاجه اسمها دايت بلاتو يا منى، ان احنا بتيجي مرحله جسمك مش عاوز ينزل، بيحاول يحافظ على كتلته، وهو معتقد ان الكتله دي كويسه معايا. كنت قلت لي انك خدتي حقن حرق قبل كده من على النت. ايوه دي حقيقه، ايوه دي فعلا. اللي هي بالشكل ده. انا اديتك عندنا الفات بيرنر بتاعتنا من العياده. ايوه دي انا واخداها من شهر تقريبا بالظبط، ال 10 كيلو الاخرانيه. اخبارها ايه معاكي؟ حسيتي فرق بين الحقنه دي والحقنه دي؟ طبعا. طيب بصوا يا جماعه، بغض النظر عن اللون، انا عاوز اشرح لك نقطه، حاجه علميه ليكوا للناس. الموضوع مش لون بس، متخيلين الفرق بين دي ودي قد ايه؟ كميه الفيتامينز الموجوده هنا. مش هتكلم على فيتامين بي 12 وبي 6 وبي 9 اللي هي مجموعه بي كومبلكس المفيده جدا للجهاز العصبي، المفيده جدا في تغذيه الدم، يعني هي تعتبر فيتامين، زائد حاجه اسمها بيروفيك اسيد.
البيروفيك اسيد ده هو وقود الجسم، عشان جسمك يحرق لازم بيروفيك اسيد. هي دي الحقنه الاصليه، وده الموجود في الماركت كله. معنى كده ان اي حقنه لونها احمر ناخدها اطلاقا، ما حقن بي 12 لونها احمر. هي انواع معينه اللي تنفع ليك، وبرده ما بتتاخدش الا تحت اشراف طبي. يعني احنا في البدايه ما بداناش بيها، بدانا فيها بعد شويه. ايوه دي حقيقه. ملاحظه اختلاف في نشاطك العصبي والعضلي بعد منها؟ لا خالص، مش يعني تعبانه مجهده ولا الدنيا احسن؟ لا الدنيا كويسه. وفي حاجه كمان يا دكتور، انا خاسه 40 كيلو بس ما عنديش اي ترهلات. دي الميزه اللي بتكلم فيها. دي بسبب الاجهزه برضو، وفي الحقن الميزو تشوك. الميزو تشوك دي تحفه حلوه قوي، بحباها. عملت معاكي ايه؟ لا تحفه حلوه جدا، ما عنديش اي ترهلات ولا اي حاجه يعني الحمد لله. بتشتكي ان فوق غير تحت؟ لان انا فوق ارفع من تحت. على فكره دي مش مشكلتك، سيدات مصر كلها يمين غير شمال وفوق غير تحت. على فكره لما يبدا الوزن يزيد الموضوع بيبان. حاليا الدنيا ماشيه ازاي؟ لا الحمد لله تمام. لا الحمد لله، البركه فيك يا دكتور بجد. لا البركه فيك طبعا. تسلمي لي. برضه كان عندنا مشكله ان كان في جنب اعلى من جنب حاجه بسيطه. أيوة. لا ما بقاش موجود. الجميل ان كل ده اختفى. الحمد لله الحمد لله. تجربه الدايت، الناس اللي قاعده في بيوتها وفاكره ان الموضوع صعب، الموضوع كبير، تقول لهم ايه؟ لا اقول لهم يلا شجعوا وانزلوا، لا حلو، صحتكم اهم يعني. شكلهم كمان. انا عندي دلوقتي 34 سنه، كان كل اللي يشوفني زمان بيفتكرني اكبر، دلوقتي لا 27. لا ما تقولش لحد، لا ده بيني وبينك السر ده محدش يعرفه. لا كل مصر عارفه. لا عيب عليك. لا فعلا كل اللي بيشوفني دلوقتي بيفتكرني 27 28 بالكتير قوي، وفي ناس مش مصدقه ان انا ممكن اكون متجوزه ومخلفه ولدين بصي السن بيديكي عجز، السن بيأثر على صحتك. أيوة السن بيأثر على ثقتك بنفسك. تعالي بقى نتكلم عن واحده زي الفنانه الجميله ليلى علوي. كان في فيلم ليله البيبي دول، كان انتاج تقريبا سنه 2008 على ما اتذكر يعني. كانت بوزن معين. ليلى علوي دلوقتي اخس. ليلى علوي شكلها اصغر من ليله البيبي دول. بعد مرور 15 سنه شكلها اصغر. في اي وقت هتخس وتحافظ على صحتك، انت شكلك اصغر بصحه احسن. طبعا الحمد لله. حاليا حركتك بقى، انا دلوقتي احنا بنتكلم في دراسه، بروح باجي بتحرك، احكي لي يومك. فرق بقى لما كنت 114 ودلوقتي؟ لا دلوقتي بقيت بطلع اي دور. مش عايزه اركب اي اسانسير بصراحه. لا ما اسانسير دي فرنساوي، عارفه الاكسنت بتطلع. اسانسير. لا بجد دلوقتي ما بقتش بطلع باي اسانسير خالص، لا صحتي احسن الحمد لله. تمام. والدنيا معاكي احسن. يومي كويس الحمد لله. كنا في النص لو تفتكري كنا كتبنا لك المصاله تشاي تي والمصاله تشاي كافي، المشاريب كنت انت غاويه مشاريب عشان بتدرسي وبتشربي زي حاجات كتير. ايوه فعلا. فرقوا معاكي؟ طبعا كل حاجه يا دكتور، حاجه اديتها لي فرقت معايا. كل حاجه. هي دي الفكره يا منى اللي بنتكلم عليها الناس، المجموعه المتكامله والكورس المتكامل، ان احنا بص يا دكتور، احلى حاجه فيك ان حضرتك كنت بتعرف ايه يعني اللي قدامك ده ايه نظامه، وبتمشي معاه بقى، سواء مشروبات، اكل، صحيان، لا كل حاجه. تسلمي لي. ربنا يخليك. تسلمي لي يا منى. كنت مبسوط جدا بوجودي معاكي النهارده. انا مبسوطه جدا بجد. تسلمي لي. وان شاء الله يا رب بينا لقاءات ثانيه. احنا فاضلنا تقريبا، احنا قلنا فاضل لنا 6 كيلو. 6 كيلو ونخلص. لا يا دكتور انا عايزه 60. عايزه 60. ما هو يا جماعه هو ده الطمع، وانت بتبدا بوزن معين. والله يعني مثلا ماده 114 ابقى 90 وهبطل. لا طب ابقى 80 وهبطل. لا 60. احنا تارجتنا من الاول كان 70. نعمل الديفوار، نعمل الواجب، وبعد كده نفكر في الباقي ان شاء الله. ديفوار صح ديفوار. ميرسي يا دكتور. تسلمي لي. وانا اتشرفت بوجودي معاكي. وانا مبسوطه يا دكتور، ويا ريت بقى كل الناس لازم تيجي للدكتور يعني بجد. لا حضرتك من الشخصيات المحترمه وبتعرف تساعدنا بجد يعني. ربنا يخلي حضرتك. تسلمي لي. هو الفكره يا جماعه اكتر من انك تجي لي، فكره ان انت تبقى كويس. ترانسفورميشن دوره ينقلك من حال لحال. جيت لرحيم، جيت لحد تاني، المهم اوعى تسيب نفسك في وضع انت مش راضي عنه. دايما انت تستحق الافضل. اشوفكم على خير. أرجو. شكرا لك. ميرسي يا دكتور.